في قرية صغيرة على سفح الجبال عاشت فتاة صغيرة اسمها ليلى. كانت ليلى مغامرة، تحب استكشاف كل زاوية من زوايا الطبيعة المحيطة بها. ذات يوم اكتشفت بيباقة سحرية في قلب الغابة. عندما لمست ليلى الباباقة انتقلت فجأة إلى عالم آخر، عالم مليء بالألوان الساحرة والمخلوقات الغريبة. وجدت نفسها في أرض الخيال، حيث يتكلم الحيوانات والأشجار تروي حكاياتها. في رحلتها التقت ليلى بأصدقاء جدد من جميع الأشكال والأحجام. سارت مع الفار الذكي وتحدثت مع طائر الببغاء الذي يعرف كل الأسرار. وفي نهاية المطاف وجدت نفسها أمام ملكة الفراشات التي منحتها قوة العودة إلى عالمها الحقيقي. عندما عادت ليلى اكتشفت أن الأصدقاء الجدد تركوا لها هدية خاصة، بذرة سحرية يمكن أن تنمو إلى حديقة ساحرة في فناء منزلها. وكانت هذه الحديقة بألوانها الجميلة تذكيراً دائماً بالمغامرة الرائعة التي عاشتها في عالم الخيال. بينما نمت الحديقة الساحرة، أصبحت ليلى وأصدقاؤها الغريبين جزءاً من حياتها اليومية. كان لديها القدرة على التحدث مع الزهور وفهم لغة الفراشات. كانت تقضي ساعات طويلة في هذا العالم الجديد، حيث كانت الأحلام تتحول إلى واقع. في أحد الأيام اكتشفت ليلى أن هناك توازناً سحرياً يحتاج إلى حماية. قررت الخروج في رحلة جديدة مع أصدقائها للعثور على مفتاح يحمي هذا التوازن. في مغامرتها واجهت ليلى تحديات واختبارات: التحدث مع الأشجار العميقة، والمرور عبر أنهار الألوان، والتعاون مع المخلوقات السحرية. وأخيراً وجدوا المفتاح السحري في قلب الجبل. عندما عادت ليلى إلى القرية كانت تحمل معها الحكايات والأصدقاء من العالم السحري. وكانت حديقتها الساحرة الآن محمية بواسطة التوازن السحري الذي تحافظ عليه. وهكذا عاشت ليلى حياة مليئة بالمغامرات والسحر، حيث امتزج الواقع بالخيال في حياتها اليومية، وبقيت حديقتها الساحرة شاهدة على تلك الرحلات الرائعة.